الدرس الرابع، تيك توك، منصة التيك توك. هل تيك توك هو أسرع تطبيق للانتشار؟ تعال نكتشف ده مع بعض. لو نفسك تبقى بتنتشر بسرعة وتوصل لناس كتير من غير ما يكون عندك متابعين، تيك توك هو المنصة اللي لازم تبدأ منها. طب إيه هي مميزات تيك توك؟ انتشار سريع جدا، ممكن فيديو واحد بس يوصلك لملايين حتى لو انت لسه جديد. الخوارزمية هناك ذكية وبتدفع المحتوى الممتع لأي حد. ترندات كتير، تحديات كل يوم، المنصة شغالة ترندات باستمرار. لو ركبت الترند بدري هتزيد فرصتك في الظهور، هتزيد فرصتك في الانتشار. محتوى بسيط، انتاجه سهل، انت مش محتاج معدات غالية، موبايلك بس وتقدر تركب الترند. جمهوره كله شباب متحمس، اغلبه جمهور عايز يشوف من 13 سنة ل 30 سنة. لو بتكلم الشباب هو ده المكان الصح. ادواتك بقى جوه التطبيق، فلاتر، مؤثرات، موسيقى، صوت، كل ده مجاني جوه التطبيق، يخليك تبدع من غير تعقيد خالص. بس ليه شوية عيوب. عمر الفيديوهات في التيك توك قصير جدا، الفيديو ممكن يشتهر في يوم وبعدها يختفي. لازم تفضل تنزل محتوى كتير باستمرار، 3-4 فيديوهات في اليوم. لازم تتابع الترندات، لو مش ماشي مع الموضة مش هتلاقي تفاعل، وده ممكن يكون مرهق لبعض الناس. هو مش مناسب لكل انواع المحتوى. لو محتواك تعليمي او تقني هناك تقيل شوية، موجود بس تقيل. هناك المنافسة نار، ملايين بيصنعوا محتوى بشكل يومي، دول مش صناع محتوى، دول بشر. الربح هناك مش قوي، اللايفات هي اللي بتكسب. اليوتيوب مربح اكتر لو انت عايز تبقى بتعمل شغل تعليمي اكتر. طيب في امثله على النجاح هناك. خبي لين، فاكرين الراجل اللي بيطلع يعمل بمنتهى البساطه بقى من اشهر الناس على المنصه، هو وصناع محتوى تانيين، علشان قدر يبقى بيعمل كونتنت سريع يتعلق مع الناس، وبقى بيعمل 4-5 فيديوهات في اليوم. الخلاصه في التيك توك، لو عندك فكره خفيفه وظريفه، تصوير مقبول، تيك توك هو فرصتك الذهبيه. بس لو محتواك طويل وتقني وعايز تشرح بتفاصيل اكتر، يبقى لازم تروح ليوتيوب او لفيسبوك. في النهايه الأهم إنك تبدأ من المكان اللي يناسبك ويليق بمحتواك. الدرس الخامس، اليوتيوب. هل اليوتيوب هو المكان المناسب ليك؟ يوتيوب هو أكبر منصة للفيديوهات الطويلة، وتاني أكبر محرك بحث من جوجل. يعني لما حد يحب يتعلم حاجة بيروح يدور على اليوتيوب، بيتفرج على محتوى أو مكان يروح. لكن السؤال، هل المنصة دي مناسبة ليك أنت كصانع محتوى؟ نتيجة نشوف. إيه مميزات اليوتيوب؟ اليوتيوب بيدعم المحتوى الطويل القيم، بتقدر تعمل عليه فيديوهات 10 دقايق وأكتر. تقدر تعمل فيديوهات طويلة، وده مثالي للمحتوى التعليمي، تفصيلي أو حواري. محرك البحث بيدعمك جدا لو اخترت عنوان جذاب وصورة مصغرة أو ثامنيل قوي، كلمات مفتاحية صح، فيديوهاتك هتظهر في البحث بشكل سريع، وتوصيات الناس بعد كده هتفضل موجودة، ويفضل بعد كده بيجيلك فلوس مباشرة من الإعلانات. يوتيوب بيدفع لصناع المحتوى من أول ما توصل ل1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، يعني كل فيديو ممكن يكون مصدر دخل ليك لسنين. جمهور وفي، مجتمع قوي. يوتيوب بيحب التعليقات، بيستنى المحتوى والتفاعل بتاعك مع الناس. أنواع المحتوى فيه ملهاش حدود، تعمل محتوى تعليمي، ترفيهي، فلوجات، ألعاب، مقابلات، أفلام قصيرة، أي محتوى تتخيله ليه مكان على اليوتيوب. طب إيه عيوبه؟ إنه محتاج مجهود إنتاجي كبير، هتحتاج تصور كتير، تسجل صوت، تعمل مونتاج، وقت ومعدات أكتر من تيك توك بقى ومن انستجرام والحاجات دي. المنافسة هناك كبيرة، في قنوات ضخمة بقالها 16 سنة، في مجالات زي التعليم أو التكنولوجيا دي دايما بتدوس علينا. بيحتاج إنك تبقى بتنزل فيديوهات بشكل مستمر، لازم تلتزم بجدول نشر واضح. الصبر هناك مهم جدا، ممكن تقعد شهور تشتغل قبل ما تحقق مشاهدات أو تعمل دخل حقيقي في الخوارزميات من سلسلة فيديوهات قوية زي اللي أنا بعملها دلوقتي. بس اللي بيكمل دايما بيوصل. أمثلة على النجاح، حد زي أحمد الغندور، الدحيح، عزيزي، شرح علمي ممتع مبسط طويل. يوتيوب كان أنسب مكان ليه. في برضه مارك روبر، ده مهندس يعني من الناس اللي في ناسا، عملوا كونتنت فلوجز في ناسا. عندك مستر بيست بيعمل برانكس وبيعمل فيديوهات تبقى فيها مقالب بيشد الناس كلها، والناس عندها ولاء رهيب ليه. الخلاصة، لو محتواك طويل في قيمة وعايز تبني قناة على المدى البعيد، يوتيوب هي أفضل منصة ليك. بس لازم تكون مستعد، تشتغل على الجودة، تلتزم بالنشر، تصبر في البداية وتبدأ صح، وطبعا تشتغل بذكاء في النجاح. يوتيوب بيمشي خطوة بخطوة. الدرس السادس، لينكد إن. هل لينكد إن بس للناس اللي لابسة بدل وكرافتات؟ الإجابة تعالوا نشوف. لينكد إن مش زي باقي منصات السوشيال ميديا، هو مش تيك توك ولا انستجرام، هو المنصة اللي الناس بتدخلها عشان تشتغل مش تتفرج. نقدر نقول انه دوت فيسبوك بتاع البيزنس. طيب ايه هي مميزاته؟ جمهوره احترافي جدا،
هتلاقي عليه مديرين HR، اصحاب شركات، رواد اعمال. يعني متابعه واحده بس ممكن تبقى فرصه شغل ليك او مشروع. والمحتوى هناك لو بقى بقيمه عاليه ولو بتقدمه بشكل قوي ومستمر هيفرق معاك جدا، وهتبقى قصه نجاح وهتتعرف وسط الناس التقيله دي. الناس هناك بتحب النوع ده، بتتفاعل جدا، انتشاره اورجانيك، البوست ممكن يجيب لايكات وكومنتات وممكن يوصل لشبكات ناس تانية بسهوله جدا حتى لو ما عندكش متابعين. انك تبني براند شخصي مهم تعمله هناك. الترندات مش قويه قوي هناك، بس مهم انك تستمر في صناعه المحتوى هناك. في فرص حقيقيه لو انت ترينر، لو انت مدرب، لو انت استشاري، لو عندك خدمات احترافيه. لينكد ان ممكن يكون اقوى مصدر ليدز ليك حرفيا. طب ايه عيوبه؟ هو مش مناسب لكل انواع المحتوى. لو بتعمل محتوى ترفيهي مش هناك، رقص مش هناك، جيمنج مش هناك. لينكد ان مش فكره جمهور، لكنه بيترتب على المتابعه اللي فيها استفاده. فممكن تحس شويه انك محدود في طريقه كلامك او عرضك. المحتوى هناك اقل تنوع، مفيش ريلز كتير، مفيش ستوريز، معظم المحتوى نصوص وصور، ودي حاجه من اللي بتحافظ على شكل الاحترافي للينكد ان. وطبعا النمو هناك بطيء، ده بيخلي التوسع ابطا وبيخلي التركيز هناك ابطا. الاعلانات المموله هناك غاليه جدا يا جماعه. لو قررت تعمل اعلان ممول على لينكد ان هتلاقي التكلفه قد الفيسبوك 10 و15 مره. عشان كده مهم انك تعرف انت بتعمل ايه. هديك ملحوظه كمان، انه لينكد ان ممتاز جدا لو بتقدم خدمات بي تو بي، بزنس لبزنس. يعني عندك بزنس بتبيع لبزنس تاني، بتبيع جوانتيات لمستشفيات. في برضه ناس كتيره قوي بتشتغل هناك وصناع محتوى زي جاري في. الراجل ده بيشارك محتوى مهني بشكل مستمر على المنصه هناك، بيفرق جدا مع ناس كتير. الخلاصه، لو محتواك احترافي، بتقدم خدمات، بتستهدف اصحاب الشركات المهنيين، لينكد ان هيبقى سلاح قوي معاك وهيجيب لك شغل وفرص حقيقيه. بس لو محتواك ترفيهي او موجه للشباب الصغير، او عايز تبقى بترفه عن الناس باسلوب فيجوالز، يبقى مش مكانك لينكد ان. ابدا من المنصه اللي جمهورك فيها، ابدا صح. الدرس السابع: ازاي تختار المنصه اللي تناسب مجالك. ابدا منين؟ ازاي اختار المنصه المناسبه ليا؟ بعد ما لفينا على كل منصه وشفنا مميزاتها وعيوبها، بيجي السؤال اللي بيحير كل الناس: انا مجالي كذا، ابدا فين؟ الاجابه بسيطه جدا: شوف انت بتقدم ايه، وشوف جمهورك موجود فين، وروح. تيجي اديكم دليل سريع كده. لو محتواك بصري، تصوير، موضه، اكل، ديكور، ابدا على انستجرام، لان الناس هناك بتحب تشوف صور، بتحب تشوف فيديوهات، بتحب تملي عينيها. وتيك توك كمان ينفع للمجال ده، خاصه بالفيديوهات القصيره والفيديوهات اللي بتحرك الناس. طب لو محتواك ترفيهي، كوميدي، تمثيل، تحديات، روح على تيك توك على طول. ده ملعبك يا باشا الحقيقي. وبعد ما تنتشر وسع على اليوتيوب والفيسبوك وكبر المده للفيديوهات الاطول. طب لو محتواك تعليميه او تقنيه او مراجعات، يوتيوب هو البابا، المكان المثالي، لانه بيحب المحتوى الطويل والمتعمق. وبعدين قصقص بقى من فيديوهاتك حتت قصيره ونزلها على انستجرام، على تيك توك، كتيزر يشد الناس هناك. طب لو بتكلم جمهور مهني او بتعمل بي تو بي، معروفه لينكد ان هو الاساس. هناك هتلاقي بقى HR، مديرين، صناع قرار، بس كمان ممكن تكمل على فيسبوك وانستجرام عشان تبني بيرسونال براندنج. طب لو عايز تعمل محتوى يتفاعل فيه ناس كتير ويبقى عندك جمهور، فيسبوك يعمل لك جيش، كتيبه تبقى بتدافع عنك وتتواصل معاك، تقدر تبقى متواجد معاهم بشكل مستمر. اسأل نفسك كمان، جمهورك بيقضي وقته على أي منصة، على أي تطبيق؟ مراهقين، تيك توك ويوتيوب. أمهات، انستجرام وفيسبوك. محترفين، لينكد إن وإكس. نقاط قوتك إيه؟ بتحب الكاميرا ومرتاح في الكلام؟ يوتيوب، تيك توك. بتحب الكتابة والتصميم؟ فيسبوك. بتحب الفيجوالز والتصوير؟ انستجرام. وأهم نقطة، ابدأ على منصة واحدة أو 2 بالكتير، خليك تقيل فيهم، ابني جمهور، بعدين لما تكبر انقله على منصة تانية. ما تبدأش في كل حتة مرة واحدة، هتتشتت. خليني برضو اديكم مثال حقيقي: أحمد الغندور، الدحيح. الراجل ده ركز على اليوتيوب وعلى فيسبوك بس، وفضل شغال عليهم، وعمل محتوى طويل ويفضل يزق 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 لغاية ما بقى أشهر صانع محتوى في العالم. في البوب سايدز، نوع محتواك، جمهورك، شغفك، لو عرفتهم هتعرف تتحرك ازاي، والنتائج هتجيلك. الدرس التاني: يلا بينا اديكم امثله لصناع محتوى حقيقيين طبقوا النظريه بتاعه ان هم عرفوا اي بلاتفورم يشتغلوا عليها وقدروا ان هم يعملوا نجاح قوي. دلوقتي بعد ما اتكلمنا عن كل حاجه، نيجي للحظه بقى اللي لازم ناكد فيها ان الكلام اللي قلناه مش بس نظري، وفي ناس جربوه وطبقوه بالفعل من الصفر، وناس وصلت كمان للقمه. طيب خليني اقول لك على 3 امثله هيحمسوك جدا لما تعرف هم ابتدوا ازاي. عندك حد زي ناس ديلي كنا ذكرناه قبل كده، نصير ياسين، ده شاب من عرب 48، عمل 1000 فيديو في 1000 يوم، فيديو كل يوم، مده كل فيديو دقيقه، من مكان مختلف في العالم.
الفكرة بسيطة، النتيجة إنه بقى عنده أكتر من 20 مليون متابع على المنصات. بعد كده فتح ناس أكاديمي بيعلم فيها الناس إزاي يعملوا محتوى. السر وراه هو الاستمرارية والستوري تيلينج والالتزام. عندك حد زي جاري في، ده رائد أعمال عالمي موجود على كل منصة تتخيلها، فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، لينكد إن، ولما بيكون موجود في الجلف بيشتغل على سناب شات. هو ملهم جدا لأنه بيلعب لعبة إنه نزل محتوى كتير بجودة كويسة وبيتفاعل مع الناس وما بيخافش إن هو يغلط. قدر يبني براند شخصي عالمي وشركة تسويق ضخمة اسمها فاينر بشكل كبير جدا، معتمد على محتوى. زي ما قلنا قبل كده، أحمد الغندور واحمد ابو زيد، الناس اللي قدروا ان هم يبقوا بيعملوا محتوى قوي من مصر بس لاستخدامهم منصات زي فيسبوك وزي اليوتيوب. ركزوا على الجوده، على الامانه العلميه، على الانتظام، وبقى عندهم جمهور بالملايين وبرنامج عالمي وتعاون حتى مع نتفليكس. ليه؟ لانه حد زي الغندور عرف انه يقدر يعمل كونتنت قوي وينتشر بيه. الخلاصه، مفيش تمبلت واحد للنجاح، مفيش قالب واحد للنجاح، هي عوامل كتيره بتتكرر: استمراريه، تركيز على الجمهور، محتوى واضح، تجربة حقيقية وتقيلة. كل واحد فيهم اختار منصة مناسبة ليه وبدأ منها، واللي ميزهم انهم ما استنوش الكمال، بدأوا واشتغلوا على نفسهم وكبروا. عايز تبدأ زيهم؟ لو فعلا نفسك تتعلم ازاي تعمل محتوى يوصل ويحقق مشاهدات، انا عامل كورس اسمه جو فايرل. الكورس ده هو عن ازاي تقدر توصل لمليون مشاهده، كورس عملي خطوه بخطوه يعلمك ازاي توصل لجمهور كبير. وعلى فكره يعني انا مش جاي اسوق لك الكورس ده، الكورس اصلا يعني سعره 100 جنيه، 100 جنيه يعني اقل من اي حاجه ممكن تبقى بتشتريها، لكن هو هيفرق معاك ان شاء الله عشان تقدر تطور نفسك وتخش عليه. هسيب لك اللينك بتاعه تحت، تقدر تبقى برضو بتشترك فيه وتتعلم وتتطور فيه. خد اول خطوه وهتكمل الطريق. انا معاك خطوه بخطوه ومستني ان شاء الله نشوف محتوى قوي ينتشر. الدرس التاسع، يلا بينا ننزل الملعب ونجرب بايدينا. تمرين النهارده عملي هيفرق معاك جدا. اللي فات كله كان مهم، لكن اللي جاي ليه؟ عشان خلاص جه وقت التطبيق العملي. كل الكلام اللي سمعته عن المنصات المختلفة، مميزاتها، عيوبها، لازم تجربه بنفسك عشان تحس الفرق بجد. التمرين اللي جاي بسيط لكن فعال جدا. نزل ال5 منصات لو مش عندك التطبيقات دي على الموبايل: فيسبوك، انستجرام، تيك توك، يوتيوب، ولينكدين. نزلهم دلوقتي. افتح حسابات او استخدم الحسابات اللي موجودة. ظبط البروفايل بتاعك، حط صورة محترمة، حط بايوجرافي عنك، اختار مجال انت هتبدأ تشتغل فيه: طبخ، تسويق، رسم، تعليم، سواقة، ايا كان المجال، وابدأ دور على 10 صناع محتوى في المجال ده. خش على كل منصة ودور، شوف مين اشهر ناس في المجال ده وابدأ اعمل له فولو، وابدأ اتفرج ولاحظ، وخد يومين اتفرج بتركيز. اسأل نفسك ازاي بيقدم المحتوى على كل منصة، قارن محتواه على كل منصة عاملة ازاي. الفيديو هنا اتقال ازاي في اليوتيوب، اتقال ازاي في فيسبوك، عملوا ازاي في التيك توك، هل بيختلف ولا لا؟ اسلوب الكلام، اسلوب العرض، شكل الصورة. دون ملاحظاتك، افتح نوتة بقى على الموبايل او اكتب بقلم ورقة ايه اللي انت حسيته مميز في كل حتة من دول، ايه اللي عجبك وايه اللي ضايقك. قارن وحدد اتجاهك بعد ما تتفرج، وشوف ولاحظ انت هتبدأ ازاي. هتلاقي نفسك عرفت انت هتبدأ على اي منصة وايه هي اكتر منصة مشابهة ليك. لو حابب تشاركنا اللي انت اكتشفته، اكتب لنا في الكومنتس تحت اسم المنصة بتاعتك ونخش كلنا نبقى بنتفرج، واحكي كده وانت حاطط اسم المنصة انت عملت ايه وابتديت ازاي. كده نكون خلصنا اليوم الثالث في رحلتنا اللي عرفنا فيها المنصات، قارنا بينها، شفنا امثله الناس نجحوا وبدانا نتمرن عمل. بكره ان شاء الله هنبدا ندخل على استراتيجيه المحتوى، يعني مش بس هتعرف تنزل فيديو ايه، لا، هتعرف تخطط له صح وتبنيه وتربطه بفيديوهات تانية اقوى، وايه اللي يبقى بيسمع على ايه. احنا لسه في بدايه الطريق. انا متفائل جدا ان حضراتكم هتعملوا شغل قوي يفرق جدا جدا على مستقبلكم. تأكدوا ان حضراتكم عاملين فولو علشان تبقوا بتشوفوا الفيديوهات اللي جايه، عاملين سبسكرايب، عاملين اشتراك في القناه علشان يبقى بيوصلكم الفيديوهات الجديده لما تنزل.